من الله السلام، الحب والطاعة والاحترام والأمن والأمان عليكم وعلى الشعب العراقي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة مهوال. كيف ولا وأنا متحير بأي من فردات أن أقدم لكم نجم من نجوم الأهزوجة بالعراق، وصاحب الابتسامة والإطاء، ممتع ومبدع ومهذب وخلوق جدا، أنا وأنتم والشاعر والمهوال ناجي الدراجي. حياك الله ابو زوين. حياك الله يا بعد روحي حمود الكعبي، اهلا ومرحبا، حياكم الله في هذا البرنامج لكم حياة المهوال، البرنامج اللطيف، البرنامج الصباغ كل المواقف اللطيفة والطيبة. سؤال يطرح نفسه: من هو ناجي الدراجي؟ ومن أي جيل؟ وما هي بطاقته الشخصية؟ ناجي الدراجي الاسم الرباعي ناجي عويل عبد السادة لملوم الدراجي من محافظة ميسان. ولد في محافظة ميسان وبدأت في دخول الميدان والهوسة والزوجة بسنة 1999. لكل جيل رجال، ومن هم جيلك؟ ومن أول مهوال أصبحت ثاني وياه داخل الميدان؟ المهاويل اللي هم جيلي منهم أحياء ومنهم أموات. الأموات منهم الشاعر والمهوال الله يرحمه باسم القيتاوي، الله يرحمه، وحازم القيتاوي اللي هو أخوه، وسعد موشي يسكن في منطقة الوحدة الميكانيكية. المهوال أبو رياض الساعدي اللي هو العيبي. المهوال سيد ثامر. نعم سيد ثامر. اي هواي مهاويل، عذرا على ما اذكر اسمائهم. هل ناجي الدراجي يختص بكتابة الهوسة فقط، لو كتبت كل الأوزان الشعر الشعبي؟ والله كتبت الدارمي والسياري والبذية والهزوجة والقصيدة. والنعم من أمسك بيد ناجي الدراجي وعلمه ما يطلب الميدان؟ والله أنا نشأت ويا مهاويل محافظة ميسان من المهوال الله يرحمه سيد محمد البخاتي أبو الوحدة الميكانيكية، الله يرحمه، الوحدة الميكانيكية استشهد والله يرحمه. حيدر منهم الرادود، عمار فريح الكناني من عمار كان بعض الأمور أو بعض المناسبات يكون معنا في المناسبات والزوجات الأهل البيت سلام الله عليهم. هل احتكى ناجي الدراجي بجيلين، الجيل الذي سبق جيلك والجيل الذي أتى من بعده؟ والله أنا أحب كل المهاويل، وأصغر مهوال هو على راسي، وأنا أحتكي كل المهاويل سبق الجيل السابق أو جيل اللي هسه الحاضر. أنا كل جيل خادم له وأنا أكون ممنون له. كل مهوال موقف طريف داخل الميدان، هل حصل معاك موقف داخل الميدان؟ أستاذ أحمد مثل ما تفضلت مواقف هواي، بس أذكر لك أحد المواقف اللي هو أنا يمكن تدري بي، أنا أداوم ويا خالي اللي هو شيخ صلال الدراجي، والنعم، مسؤول تجمع عشائر ميسان. والنعم. فماكو سند هو مسؤول تجمع عشائر ميسان بالعمارة في ميسان، فماكو سند عشائري يجزي او يتجاوز هذا المكتب، لازم يمر بهذا المكتب يتوقع وينختم من قبل الشيخ. فموقف اللي من ضمنهن وذات حب اللي هو قصة يعني ايه نحب السمع. اي خادمة. اقول بالعشرة الصبح وندق علي الباب، انا دائما من طور الحزن والموقف يعني يستوجب انه هذا الطور له. بالعشرة الصبح وندق علي الباب، صحت منه يا غات وقال كنا احباب. صح لسانك. فتحت الباب ولقيته شايب والقلب لهاب، قال ارتاح واحكي لك ضيب. ارتاح والما يشربه
وقام يحكي بالسده بالآه والحسرات ودموع ابتده. قال انا منين اسولف والهموم مقيده. صح لسانك. قال انا منين، قال انا منين اسولف والهموم مقيده ووليد هواي مأذيني. الله اكبر. قال عدوا لي يدانه يريد من البيت اطلع، هلا ندموع وقلت له هاي هي لو بعد يومين وارجع. قال له ما ترجع يا ابويا وبشرط لو انت ترجع. شنو الشرط؟ قال له تاخذ امر مرتي وللامر بس انت تخضع. مليت وهلجيت هنا النوم سولف لعلى مرته وصاح يا رب ادخلاك. قال كل الضيم منها والمصايب والعريك جيل هذا الوقت بويا فلوك ذبا موثلك وثلثين الهم من هالغاية. قال عد امري يا ابني ما تريد امه وابوه، تقول له امك شنو امك والابن ما فاد ابوه. ساعيت مرجل علينا وطبوا العربان بيه وبردوا واحتاروا بين اهل الغير. الموضوع طويل بس اختصر لك اياه. قلت له سولف لي يا حجي واختصر كل الكلام. قال انا بهيمه بايت واستحى من الناس واولاد الحرام. انا محتار بخبزتي. انا محتار بخبزتي الليله قل لي وين انام. قال احكي لك ابو ذيه والسلام سند لايك وحايق وحق الصاح جفي سند لاك اخوك وكون وقت الطق. سند لاك يابا سند لاك يصيح بصوت كاتب لايك. سند لاك طردني وصاح لا تلفاش لي. ادخيلك رب تخيلك ومن هاي الطينه تخيلك رب تخيلك. من هاي الطينه تخيلك رب تخيلك. كلمه اخيره لنا وللجمهور الغالي. انا ممنون على دعوتكم ضيافتكم شرفتنا هو ناس دراجي، واشكر حمود الكعبي والاخ العزيز ابو نور البهادي والاخوه خلف الكاميرات الاعزاء حمود بالورد ومنتظر ومدلل حياهم الله. وانا ممنون منهم جدا ممنون، وانا ممنون منهم الحمد لله. مثلنا كثير وقليلنا نادر. حتى نلتقيكم بحلقة جديدة. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم أحمد الكعبي.